بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم البنات بغيت نشارك معكم الزلابية أو المعسلة الرمضانية. كتجي أكثر من رائعة، سهلة، دغيا تتوجد المكونات اللي ماشي كثيرة. كنتمنى تجربوها وتنجح معكم وتعجبكم وتعجب وليداتكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واعجاب وكتابة تعليق فضلا وليس أمرا. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه والمقادير. نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كما تشوفوا معايا هنايا عندي واحد 2 كيسان ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس. بالنسبه للكيسان، هذا الكيسان كبر من ديال كاس العنبه، وانتم ديروا القياس اللي بغيتو. وعندي واحد المعلقه صغيره ديال القرفه وواحد رشيشه ديال الملحه، راس معلقه صغيره. وبالنسبه للقرفه اللي ما تيبغيهاش ممكن يدير فانيلا ولا يدير فلو ديال البنان. صافي هنايا غنغربل هذاك الدقيق ديالي، ضروري تغربلوه. كما قلت لكم الكيسان هادو كبر من ديال كاس العنبه، هادو الكيسان ديال الماء، ونفس الكيسان هما اللي تعبروا بهم جميع المقادير. صافي هنايا ضفت هذيك القرفه كما شفتوا معايا وخلطتها والملحه وغنخليه على جنب. صافي النواشف درناهم على جنب. دابا ندوزو للسوائل كما درنا في الاول. نفس الكيسان اللي عبرنا بهم الدقيق غنديرهم 2 كيسان ديال الماء كما تشوفوا، الماء اللي يكون بارد، وغنضيف عليه 4 كاس ديال زيت المائده نفس الكاس. وهنايا العسل اللي كنت حضرت معكم في الفيديو السابق، العسل تيجي اكثر من رائع كما تشوفوا. غندير منه معلقه كبيره، انا ردت هنا 2 معالق حيت صغار، نديروا معلقه كبيره. صافي غندير فوق النار اللي تكون متوسطه حتى يغلى ليا هذاك الماء مزيان على هذا الشكل هذا، ونحيدو من فوق النار. لما حيدت الكاسرونه ديالي من فوق النار مباشره غنضيف عليها النواشف ونخلط. ضروري تكون يديكم خفيفه في التخلاط على هذا الشكل هذا باش ما يتكتلش ليكم ولا يولي لكم حبيبات. كما تشوفوا معايا تخلطوا بسرعه. صافي الخليط دغيا تيوجد، تولي عجينه وحده على هذا الشكل هذا. ضروري ديروا السرعه باش تنجح معكم العجين. سهله، غير شويه ديال التركيز وان شاء الله غتنجح معكم. صافي ولات ليا كره وحده كما تشوفوا. وهي سخونه غنقسمها ل3 اجزاء باش تجيكم ساهله، حتى اللي اول مره غيحضرها تجي ساهله. ولا بغيتو ديروا الكميه كلها في الجيب الحلواني ممكن. انا غنقسمها ل3 الاجزاء ونجمع 2 كويرات بالسلوفان وندير كويره في الجيب الحلواني. بالنسبه للبوق هذا هو الشكل اللي درت انايا، ممكن ديروا حتى صغر منه شويه. وبالنسبه للحجم ديال المعسله ممكن تكبروا ولا تصغروا، نتوما اللي تتحكموا. شي حاجه اللي زوينه غتعجبكم ان شاء الله، تتجي مقربشه من برا ومن الداخل معلكه ومعسله. خديت هنايا الطاوه كما شفتوا معايا ودرت عليها الكاغيط ديال الفرن. ممكن تدهنوا الطاوه ما كانش عندكم الكاغيط ديال الفرن. صافي تبداو تخرجوا هذيك العجين ديالكم. تقادوا العجين من الجوانب كما تشوفوا. صافي بعد ما ساليت العجين ديالي غنخليها ترتاح على الاقل من نص ساعه حتى ساعه باش تنشف. ضروري تكون ناشفه عاد دوزو باش تقليوها. بديت المقله اللي تكون شويه غارقه درت فيها الزيت يسخن. بعد ما سخن ليا الزيت بديت نوضع فيه داك اصابع الزلابيه باش يتقلاو. وهنايا النار تكون متوسطه، ما ديروهاش مجهده باش تخليو الاصابع يتقلاو على خاطرهم ويجيو محمرين ويجي فيهم واحد اللون ذهبي كما تشوفوا. غندير القياس اللي غتهز ليا المقله، ما غنحركهم ما والو حتى يبان ليا الذهب اللون ديالهم. عاد ديك الساعه غنولي نقلبهم كما تشوفوا على هذا الشكل هذا. دابا غندوز باش غنبدا نحرك فيهم. ما تحركوش في الاول باش ما يطرطقوش ليكم حتى يبانوا لكم بداو تيتحمروا من التحت. عاد ديك الساعه حركوهم. ضروري تتبعوا هاد النصائح باش تنجح معكم ان شاء الله. هز الزلابيه بعد ما تحمرات يجي فيها واحد اللون اللي مذهب. صافي دابا غنحيدها من المقله وغنديرها في العسل كما تشوفوا. مباشره غنديرها في العسل باش تشرب ليا هذاك العسل
وندير الجزء ديال العجين اللي تبقى ليا تا هو يتقلى ونديرو في العسل، ونتلاقاو في الشكل النهائي ديال هاد الوصفه ديال اليوم. الوصفه ديال اليوم بعد ما تشربات ليا العسل صفيتها من داك العسل الزائد، صافي درتها في هذا الطبسيل كما تشوفوا، قدمتها على هذا الشكل. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال رضاكم، وما تنسونيش من الدعم والاشتراك وكتابه التعليق فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله، في وصفه واحده اخرى ان شاء الله.